دكتور ابني بياكل اندومي وتعباه وعامله له ديدان في بطنه وعامله له نزله معويه ومكركبه له بطنه، والاندومي ده يعني ياي وحش قوي. طيب، هل الاندومي وحش ولا في حاجه تانية؟ سواء انت اكلت اندومي ولا اكلت غير اندومي، ان شاء الله يا رب تكون شربت شوربه من انضف شوربه من عندكم من البيت ممكن تتعبنا. الإجابة الاندومي ليه أضرار، بس الأضرار بتاعته دي أضراره لو زاد عن الحد بتاعه، عن الحد المسموح بتاعه اللي هو باكله عمال على بطال فيعمل لي سمنة، أو يعني المواد الحافظة اللي فيه بستعملها بقى لفترة طويلة وباكل باليوم 4-5 أكياس بقى وسد نفسي عن الأكل التاني، فكده يبقى مضرة. أمال إيه بقى السبب؟ إيه المشكلة؟ المشكلة الحقيقية إن أنت لما تاكل أي حاجة وإيديك مش نظيفة، كل أنواع الجراثيم في إيدك. أنا لمست الطاولة دي ما ينفعش أحط إيدي على بقي، وبيني وبينكم ما ينفعش ألمس وشي أصلا، يعني ما تقلدونيش. فبالتالي غسل الايدي مهم جدا جدا جدا، لانه هو مصدر الجراثيم الاول. ما هو دي بحطها في بقي خلاص، دي بشمها بمناخيري فبيجي لي عدوى، فبالتالي لازم غسل ايدينا دايما اول ما نفكر نقربها من وشنا او نفكر ناكل.